القصة دي مش هتسمعها في التلفزيون ولا في الجورنال، لأنها اتمنعت من النشر رسميا. بس النهاردة هنقول لكم كل حاجة من أولها لآخرها زي ما حصلت بالظبط. قصتنا النهاردة مستحيل أي حد في السعودية ينساها. قصة البيت المسكون في حي النخيل بالرياض، اللي خلى حتى رجال الهيئة يستعينوا بمشايخ وفرق خاصة علشان يحلوا لغز البيت ويعرفوا أسراره. في 2015 وبالتحديد في جدة، عيلة سعودية غنية جدا قررت إن هي تشتري فيلا فخمة في الرياض. والفيلا دي كانت أغلى فيلا في حي النخيل، كانت كبيرة ومليانة حدائق وأسوار عالية. وعلى الرغم من كده الملك القديم باعها بربع تمنها، وده كان أول إنذار محدش خد باله منه. وفي ليلتهم الأولى في البيت، الابن الصغير فيصل اللي عمره 8 سنين صحي على صوت بكاء شديد جاي من أوضته من تحت سريره. بس لما نزل يشوفه ملقاش حاجة، بس السرير بتاعه كان مبلول، ووالدته ظنت إن هو اللي بلل نفسه. بس الغريب إن ده كان بيحصل كل ليلة في لياليهم الأولى في الفيلا، لحد ما حصل نفس الشيء مع صاحب البيت نفسه. وبعد أسبوع الخدامة الفلبينية ماريا اتلاقت ميتة في البدروم، والغريب إن مفيش أي علامات ضرب أو جروح، وعينيها كانت مفتوحين وعليها ابتسامة غريبة، وفي إيديها ورقة مكتوب فيها أنا جيت بعدكم. بعد تحريات كتير ومحاولة معرفة إيه السبب في موت ماريا، الشرطة سجلت الحادث انتحار. بس العيلة كلها كانت عارفة إن ماريا ما كانش عندها أي سبب يخليها تنتحر. وبعدها بليلتين الست نورة صاحبة البيت بدأت تسمع أصوات أطفالها وعيالها كأنهم بيتضربوا وبيصرخوا، كل ده في الليل طبعا. بس لما كانت بتصحى وتبص عليهم بتلاقيهم نايمين طبيعي، مفيش أي حاجة. وده خلى الراجل صاحب البيت غصب عنه يبتدي يستدعي مشايخ عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وفعلا جاب شيخ مشهور ومعروف، بس اللي حصل خلى الوضع بقى أسوأ. الشيخ دخل البيت وفضل يقرأ قرآن ويتمشى في البيت لغاية ما وقف فجأة وقال لهم إن البيت فيه 7 أرواح ومش هينفع يطلعوا، وانتوا اللي لازم تسيبوا البيت بسرعة قبل ما حد فيكم يتأذي. والأغرب إن هما لما فتشوا البيت لقوا سراديب تحت البدروم وجواها هياكل عظمية لستات والعيال، وده اللي خلاهم يقرروا إن هما استحالة يقعدوا في البيت دوت ثانية واحدة. والعيلة لما قررت تهرب وتسيب كل حاجة ملقوش ابنهم فيصل، وقعدوا يدوروا عليه في كل حتة لحد ما لقوه في البدروم وفي نفس المكان اللي ماتت فيه ماريا. وبعدها بيومين فيصل اتوفى. البيت النهاردة مش زي ما كان من 10 سنين، البيت النهاردة مسكون وفي ناس عايشة فيه، بس سكان الحي بيقولوا إنهم بيشوفوا أضواء بتتحرك في الغرف بالليل. وفي نفس الوقت اللي ساكنين في البيت بينكروا وجود حاجة زي كده. وأكتر من حد أكد إن في صوت عيال صغيرة بيبقى موجود بالليل كأنهم بيلعبوا في الحديقة. بس السؤال اللي محدش عارف يجاوب عليه، مين كانوا سكان البيت الأصليين؟ ومين ال7 أرواح اللي في البيت ده؟ وإيه السر اللي خلى المشايخ الكبار يخافوا؟ البيت فيه ناس كتير ما كانتش مصدقة اللي بيحصل فيه، وحاولوا يسكنوا في البيت فعلا، بس للأسف كل اللي كان بيحاول يسكن في البيت كان بيموت بعدها بفترة قليلة، لحد ما جت العيلة اللي ساكنة فيه دلوقتي. هم أكتر ناس قعدوا في البيت دوت، ومحدش عارف إيه السر اللي حاميهم. فلو أنت كنت مكانهم، هل ممكن كنت نجرب تجربة زي دي؟ احكولنا في الكومنتات وقولولنا رأيكم إيه في القصة. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا كل جديد. شكرا ليكم.